رسميا المنتخب التونسي يفوز على نظيره مدغشقر ب3 أهداف لهدفين، ويتأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا المنظمة بالمغرب سنة 2025. وقبل تحليل المباراة نذكركم بتشكيلة المنتخب التونسي: في حراسة المرمى أمان الله ميمش، وفي خط الدفاع ياسر مرياح ومنتصر الطالبي وعلي العابدي ووجد كشريدة، وفي خط الوسط إلياس الصخيري وعيسى العيدوني وحمزة رفيعة، وفي خط الهجوم سيف الله لطيف وأنس حاج محمد، والرأس الحرب هو حازم المستوري. وفي الشوط الأول خرجت النتيجة بهدفين لهدفين. بالنسبة للمسجل الأول للمنتخب التونسي هو حمزة رفيعة. افتتح تسجيل حمزة رفيعة النصر قرطاج سريعا في الدقيقة الخامسة، وبهفوة فادحة من حارس المنتخب التونسي أمان الله ميميش. منتخب مدغشقر يسجل هدف التعادل في الدقيقة 19. وفي الدقائق الأخيرة للشوط الأول منتخب مدغشقر يضيف الهدف الثاني، وهو هدف التعادل ضد نظيره التونسي. وبالنسبة لتحليل الشوط الأول، أمان الله ميمش مثل حي على الفساد الرياضي والمحابة في تونس. مهما عملت على أغلاط ومهما تسببت في ضياع النقاط عندك حصانة، سواء في النادي أو المنتخب دائما أساسي. تقريبا منذ انطلاق الموسم ما تعداتش ماتش واحد على الحارس الترجي ما قبلش فيه هدف فضيحة بأغلاط بدائية متاع حارس عنده صفر خبرة أو أبجدية الحراسة. وفي الشوط الثاني كان الضغط التونسي ضغطا كبيرا، وفي آخر الدقائق في وقت بدل الضائع يسجل علي العابدي هدف الثالث لفريق نصر قرطاج. وفي الأخير يتأهل المنتخب التونسي إلى كأس إفريقيا 2020 المنظمة في المغرب. وفي الأخير نقول مرحبا بالجماهير التونسية في بلدهم الثاني المغرب، ومبروك التأهل للشعب التونسي.